كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم بغيت ندير واحد الصابلي وبغيت نشارك معكم الطريقه. عندنا 250 غرام ديال الزبده، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الزيت. البيض عندي 3 ديال البيضات. انا عاده كندير غير 2، دابا هادو صغارين درت 3. واحد الفاني وواحد الفلو ديال الشكلاط. انا كندير الكراميل، دابا ما لقيتش الكراميل غندير ديال الشكلاط. يلا بسم الله نشوف الطريقه. لاصق مع البرد. واحد شويه د الملحه ما ذكرتهاش، شويه د الملحه ضروري من الملحه باش كتهرس ديك الحلاوه ديال السكر. هي الزبده من الاحسن تحك، دابا مع الحال بارد باش تجي شويه صعيبه باش تحك مع السكر، كتجي شي شويه صعيبه، خصها شويه الخاطر. خصها الكتاف. انا درت الفلو، غيجيبو مغلوق شويه. دابا غادي نبقى ندير الطحين شويه بشويه. غنبقى غادا على هذه الطريقه هذه حتى نجمع العجينه ونشوف واش ديك الساعه الباقيه. دابا فاش جمعت العجينه كيجي القوام ديالها بحال هكا. كنديرو على واحد البلاستيكه وسمحوا لي درت البيض والزيت، تيحسبني راه الكاميرا كتصور لقيتها واقفه. واخا تشوفوا الطريفات ديال الزبده هكا بويض راه ماشي مشكل، زعما ما
كيديروا شي اشكال. هي مع حيت البرد بدا قاصحه شويه. نزيد شويه. باش ما تلصقش، ما تبغيش تهز لنا في الطابع، خصنا ضروري نديروا هاد العمليه، نقلبوا بلاستيك. دابا انا بغيت هاد الشكل هذا. غنبقى غادا على هاد الطريقه هذه. بقى غادا على هاد الطريقه هذه ونرجع معكم. انا عمرت اللاطه. الفران خلاص عندي راه مسخن من قبل، زعما سخون مزيان. وفاش غادي ندخل اللاطه غادي نقص الفران باش غادي يطيب على المهل ديالو، ما خصوش يطيب باش ما يعني منين كيطيبيه على خاطرو شحال ما طول عندك الصابلي ما كيوقع له حتى شي حاجه، وما زعما ما كيرطابش من بعد. تنقصوا الفران باش كيطيب على الخاطر ديالو، كيجي مقرمل مزيان. والصابلي راه ما خصوش يتسدلك، ما قلتها لكمش قبيله لان حسبني راني كنسجل وهي تمسح، ما الكاميرا ما كتسجلش. ما خصناش ندلكو الصابلي باش ما يتقلصش، باش ما ينقصش في الحجم ديالو، يبقى لنا كما هو كما درناه غادي يبقى لنا ان شاء الله. يلا نطيبوا القديره ونرجعوا معكم. دابا الصابلي هو هذا، ها كيفاش كيجي الشكل ديالو، تيجي طايب زوين. دابا غادي نبداو في التحضير ديالو. هذا داك الشكل الاخر اللي صايبت، الشكل الثاني. دابا غادي نبداو في الفينيسيو ديال الصابلي. هاد زلجلان غادي نحتاجوه لهذا الشكل هذا، وهاد السوغيز مع الكونكاسي غادي نحتاجوه لهاد الوريقه. بسم الله. نديرو بحال هكا. ندير بحال هكا. اللي بغات دهن بالشيته دهن بالشيته. هاد الكونكاسي انا كنصايبو على يديا، ما كنشريهش واجد. الا بغيتي نصايب معكم الطريقه نصايب معكم الطريقه، شي نهار ندير لكم فيديو. هكا باش تلصق. هاد الفينيسيو كيبغي شي شويه ديال الخاطر. بقى غادي على هاد الشكل هذا حتى نسالي هاد الشكل هذا ونرجع معكم عاوتاني نبداو في الاخر. غادي نبداو في الشكل الثاني. ندير بحال هكا.
على هذا الشكل هكا، ندير له بحال هكا تيجي بحال هكا. باش يهز الجسم كامل مع الجنيبات. هذا خلاص النباج دايره في هاد البلاستيكه. دابا غادي ندير له بحال هكا، غنعمر هاد النجيمات. اللي بغات دير معلقه دير معلقه، انا كنفضل هاد الطريقه هكا احسن. كاين هاد الشكل هكا. يلا نكملوا الطريقه. دابا غنبقى غادا على هاد الشكل هكا تنكملوا، تنصايب كلشي في مره ونرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي حضرت معكم. كنتمنى يعجبكم والسلام عليكم.